الشرط السادس ألا يكون اللباس مبخرا. أتدرون ما معنى مبخرا؟ ألا تخرج المرأة حتى ولو بالحجاب الشرعي كامل الأوصاف والشروط، لكن خالي من الرائحة الطيبة. فأيما امرأة خرجت حتى بحجابها الشرعي لكن قبل أن تخرج استعطرت وأصابت من الطيب، فإن الحبيب رسول، صلوا على رسول الله، هذا دين. لباس المرأة دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعي وبلغي، أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة أي تعطرت ليجد الناس ريحها، حينما تخرج يعصف ريحها فيشم الإنسان القادم ريحها من مكان بعيد، فهي زانية وكل عين رأتها زانية. وقد قال أبو هريرة لامرأة خرجت وريحها تعصف: يا أمة الجبار ارجعي فاغتسلي فإني قد سمعت الحبيب خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أيما امرأة خرجت. الحديث. لا إله إلا الله. الشرط السابع ألا يكون اللباس شبيها بلباس الكافرات. ألا تلبس المرأة لباسا يشبه لباس الراهبات. فأيما امرأة لبست لباس الكفرة والكافرات وتشبهت بهم حشرت معهم، وخاصة اللباس الذي يشير إلى ديانتهن، إلى ديانة النصرانية أو اليهودية. قال رسول الله: صلوا على رسول الله، من تشبه بقوم حشر معهم. أما الشرط الثامن هو ألا يشبه اللباس المرأة المؤمنة لباس الرجل، فقد قال رسول الله، صلوا على رسول الله: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ملعونات ملعونين. من أراد أن يتمرد على فطرته فتنسلخ المرأة من أنوثتها بدعوى الجندر، وينسلخ الرجل من رجولته بدعوى التحضر، ويلتقيان في جنس ثالث لا هو ذكر ولا هو أنثى، إنما هي الخنثى. خنثى مشكل. هذه شروط اللباس الشرعي لكل امرأة أرادت أن تحمي شرفها وعرضها ودينها وأن تلتزم بدين ربها، فلتعد الجواب بين يدي الله تعالى إذا لقته يوم القيامة. عباد الله، لباس المرأة إذن هو دين يجب أن تتمسك به كيف ما كانت الظروف والأحوال، في البرد الشديد وعند الحر الشديد. فلا يجوز للمرأة أن ترتدي الحجاب شتاء، فإذا اشتدت حرارة الصيف نزعته بدعوى الحر، فقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فلقد قال كثير من الكتاب والعلماء أن حجاب المرأة ليس سترا لجسد المرأة وحدها، ولكن حجاب المرأة هو حجاب للمجتمع كله من السقوط في الرذائل، حتى قالوا: إذا أردت أن تعرف طبيعة مجتمع وقربه بالإسلام من بعده فانظر إلى نساء المجتمع، فإن التزمت نساء المجتمع بالحجاب أكثرهن ملتزمات فاحكم على المجتمع أنه متدين يحب الفضيلة. وإذا رأيت أغلب نساء المجتمع مستهترات في مجال اللباس عاريات كاسيات فاحكم على المجتمع أنه مجتمع يميل إلى الانحراف. ولقد افتضح أمر المغرب في الخارج قبل الداخل، وأصبحت سمعتنا ملطخة بالتراب. وأيما مغربي سئل خارج الوطن عن جنسيته إلا استشعر خجلا وحياء من أن يجيب، لأن ما تفعله المغربيات وما تطلع علينا به القنوات هو أمر لا يشرف هذا البلد وتاريخ هذا البلد ودين هذا البلد وحفاظ هذا البلد على عرضه. فهو حجاب أيضا ليس فقط يستر المرأة، ولكنه حجاب يحجب المجتمع
من السقوط في الرذائل كما قد تعرفون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن التعري أي ترك الحجاب، حجاب المرأة، هو سلاح إبليس القديم كما تقرؤون في القرآن. ألا ترى أن الله يقول في سورة الإعراف: ينادي جميع بني آدم حتى لا يقعوا في حبائل الشيطان لتجريدهم من لباسهم